الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان الكريم المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى على أن قلب رغبة فينا وبيننا أن يتم لنا هذا الشهر الكريم وأن يتسلمه منا. وقد أقمنا لياليه وصمنا نهارا وكنا فيه من الذاكرين الشاكرين الحامدين المستغفرين، اللهم آمين. سريعا، موضوع شهر رمضان اللي احنا نتناول الكلام فيه طول الشهر ان شاء الله الاحاديث القدسيه. الاحاديث القدسيه، وكل يوم ناخذ حديث ونطوف مع هذا الحديث ونستخرج منه النفحات الربانيه ان شاء الله، فاللهم تقبل منا ومنكم. بس قبل ما نتكلم في الحديث الاول، ونخلي الحديث الاول ده بكره ان شاء الله، في مقدمه مهمه جدا اعتقدت والله اعلم ان كتير مننا مش مركز فيها او ما يعرفهاش، او اذا كان يعرف معلومه فهي معلومه كده ايه على الطاير زي ما بنقول، اللي هو الفرق ما بين القران الكريم وما بين الحديث القدسي وما بين الحديث الشريف. ايه الفرق ما بين القران والحديث القدسي والحديث الشريف؟ يعني حاولت كده اجمع النقاط المهمه اللي ما خدش ورقه وعايز يتواصل معايا على الواتساب، ابعتها له الملف PDF وهو ينزلها عنده ويطبعها برضه للعلم، فربنا يتقبل منهم تحت امرك ان شاء الله. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم اللفظ من الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتطرق اليه تبديل ولا تحريف. لما تيجي نتكلم عن القرآن الكريم، أقول الملاحظات كلها في القرآن الكريم، وبعدين أنقل على الحديث القدسي، وبعدين أنقل على الحديث الشريف، ولا آخد كل نقطة هنا وهنا وهنا علشان نبقى عارفين الفرق؟ تقترحوا إيه؟ كله مع بعض. القرآن الكريم اللفظ من الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله المنزل على رسول الله، لا يتطرق إليه تبديل ولا تحريف. والقرآن الكريم لابد من وجود جبريل واسطة، لابد من وجود جبريل كواسطة بين الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يوحى بالقرآن إلى النبي مناما أو إلهاما، لا يمكن. يعني النبي يرى الرؤيا تأتي كفلك الصبح وتطبق وتقع ولكن مش كلام ربنا، رؤية. يعني قد نرى تقلب وجهك رؤية، المنام رؤية، الأذان كان رؤية، الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، ولكن ليس القرآن. القرآن لابد يكون مباشرة كلام الله المنزل على رسول الله عن طريق سيدنا جبريل، لا يمكن يكون لا منام ولا رؤية، لابد أن يكون وحيا عن طريق جبريل عليه السلام. القرآن يتعبد بتلاوته. القرآن إذا قرأت الحرف فيه بإيه؟ ب10، وفي الصلاة دايما بننسى الحتة دي ليه؟ برضه أنا عمدت إن أنا أذكرها. الحرف إذا قرأت القرآن وأنت قاعد مع نفسك وتقرأ القرآن، الحرف فيه الثواب فيه 10 أمثال. أما لو أنت بتقرأ القرآن في الصلاة، الحرف فيه ب25 ضعف. خلاص كده؟ دي نقطة مهمة لازم تبقى عارفها. ولذلك لما تيجي تحب تقرأ القرآن، قوم صلي. هتقرأ القرآن ويتضاعف الحسنات وأجرك القراءة، وفي نفس الوقت الإيه؟ الصلاة. القرآن يتعبد بتلاوته، الحرف ب10 حسنات، وداخل الصلاة 25. القرآن هو التشريع، فيه الأمر وفيه النهي، وفيه الخبر وفيه القصص. خلي بالك، فيه الأمر والنهي. فيه الأمر، القرآن فيه الأمر والنهي. القرآن مقسم إلى أجزاء وإلى سور بلفظه وحرفه دون تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش تجيب سورة مكان قبل سورة، وما ينفعش تجيب ربع قبل ربع، وما ينفعش تجيب آية قبل آية، ولا ينفع تجيب حرف قبل حرف. هذا كلام الله موقوف على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا بيقول له ايه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ والتلاوة والترتيب. هو في آخر رمضان خالص، وآخر مرة كان يتنزل فيها سيدنا جبريل على رسول الله، راجع معاه القرآن مرتين اتنين، وقال له السورة دي مكانها هنا والسورة دي مكانها هنا. حتى أسماء السور الله هو الذي سماها، عشان ما حدش برضه تبقى معلومات واحنا بنتكلم عن القرآن. القرآن كله على بعضه كده كلام الله، اسما ولفظا وآيات وترتيب، موقوف على رسول الله عن طريق الوحي من الله عز وجل. القرآن مقسم إلى أجزاء وإلى سور بلفظه وحرفه دون تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقرأ في الصلاة. القرآن من جحد أو أنكر آية منه متعمدا فقد كفر بما نزل على محمد. دي النقاط المتفق عليها بين العلماء في تعريف القرآن الكريم. الأحاديث القدسية بقى يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما ومناما. احنا قلنا ايه؟ القرآن لا يمكن يكون لا إلهام ولا منام، لابد أن يكون وحي من الله منزل على رسول الله عن طريق سيدنا جبريل. الأحاديث القدسية يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما أو مناما أو بواسطة جبريل. سيدنا جبريل يقول لسيدنا النبي المعنى، ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده. هنا اللفظ من عند سيدنا النبي، أما القرآن لفظا وده بقى لفظ الله عز وجل. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. ما نقولش إذا قريت الحديث القدسي تاخد على كل حرف أو انتباه، يعني يبقى تعبد. لا، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. طبعا صعب لا يقرأ في الصلاة. من أنكر حديثا قدسيا لا يكفر وإنما يفسق. بس خلي بالك، لابد أن يكون الحديث القدسي أو الحديث الشريف صحيح، ما يكونش حديث موضوع ولا منكر ولا الرواة فيهم ضعف ولا حديث ضعيف، وأقول إيه؟ إنه لا أنا مش معترف بالحديث ده، فأقول له لا أنت كفرت. لا، هنا مفيش كفر. إنما من أنكر الحديث القدسي الصحيح فهو يفسق ولا يكفر. الحديث القدسي لا أمر فيه ولا نهي. ما ينفعش أخذ من الحديث القدسي تشريع، افعل ولا تفعل. إنما الأمر والنهي يجي فين؟ في القرآن، وهيجي في السنة الشريفة زي ما نتكلم على الحديث الشريف. الحديث القدسي لا أمر فيه ولا نهي، ولا يؤخذ فيه تشريع ولا يؤخذ منه أحكام. الحديث القدسي مواعظ وحكم وتأديب وتعليم وتزكية. الحديث القدسي غير معصوم من التحريف أو التبديل. القرآن معصوم ولا لا؟ صح؟ أما الحديث القدسي والحديث الشريف غير معصوم، يعني ممكن ويتحرف وأحاديث موضوعة، ومن يتقول على رسول الله ما لم يقل. ألفاظه غير معجزة. الحديث القدسي ألفاظه غير معجزة. أما القرآن معجزة في آياته وفي ألفاظه وفي حروفه وفي ترتيبه. الأحاديث النبوية اللفظ والمعنى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. اللفظ والمعنى. الحديث القدسي كان إيه؟ المعنى من الله واللفظ من رسول الله. نقول كده القرآن لفظا ومعنى من الله. الحديث القدسي معنى من الله ولفظا من رسول الله. الحديث الشريف لفظا ومعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث النبوية لا يتعبد بتلاوتها، ولكن هي نور للنفس والروح. طبعا إشراقات الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ في الصلاة طبعا. الحديث النبوي غير معصوم من التبديل والتحريف كما ذكرنا. ألفاظه أو ألفاظ الحديث الشريف غير معجزة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي إيه؟ مجامع الكلم. هذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يعني إيه؟ النقطة دي برضه مهمة قوي، ويمكن احنا كده خلصنا، لكن النقطة دي مهمة قوي لازم نعرفها. دايما بنسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم. يعني إيه؟ أقول لك ببساطة كده، يقول لك خير الكلام ما إيه؟ مش احنا بنقولها كده دايما؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلمة في موضعها من غير تطويل ولا تقصير.
ومن غير تجهيل ولا استفاضة غير لازمة. يعني ايه؟ الكلمة في مكانها مظبوط وتؤدي الغرض والمعنى المطلوب. ولذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم. يعني ايه؟ ربنا جمع له كده الحكمة واللفظ وانه يعبر. خير من نطق باللغة العربية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.